ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير، واهلا بيكم في فيديو جديد تاني من فيديوهات رحلة البحث عن اكلة. والنهارده معانا مكان احنا كان نفسنا فيه بصراحة من زمان، لانه هيبقى تجربة جديدة بالنسبة لنا. احنا اول مرة برضو هنجرب الموضوع ده. احنا النهارده معانا ومعاكم بوتيلا. بوتيلا بقى من الاماكن اللي انتشرت بقى لها فتره، واحنا بنسمع عنها ان هو ايه بقى بطاطس وبيسلقها تقريبا. مش بيسلقها، هو بيسويها بالزبده زي شوايات كده او تحت درجه حراره معينه. وهما بيعملوا الاكله دي اسمها كومبير. كومبير دي اكله مش شعبيه في تركيا. ماشي، اوكي انا معاكي. احنا ما يعني هو انا كل اللي شفته ان هو جاب البطاطسايه هرسها وراح حاطط عليها صوصات وبيفتحها من النص، يعني بعد ما بتستوي. أيوة. بيفتحها من النص وبيحط فيها بقى اي حاجه انت عايزها. بالظبط. تمام بالظبط. فهي دي حاجه اسمها كومبير، ودي اكله شعبيه في تركيا. يس. احنا رحنا النهارده بوتيلا اللي في مصر الجديده. هو لسه افتتاحه النهارده اصلا المفروض، يعني المفروض. مش عارفين الفيديو ينزل لكم امتى، بس هو افتتاحه النهارده. احنا رحنا يوم الافتتاح كان شغال. بس احنا جبنا من عنده 4 حاجات، قلنا نجرب 4 حاجات. انا جبت ايه بقى؟ ايوه. جبت شيش طاووق، وجبت فيليه تشيز ستيك، وجبت ميكس تشيز اند مشروم. وقلنا بقى نحلي عشان ما نسيبهاش كده. طبعا بطاطا. فجبنا من عنده بقى بطاطا بالنوتيلا. اديني بقى بطاطا بالنوتيلا. اديني. ورحت قايل له ايه بقى ممكن اكسترا صوص. رحت مزود صوص جبنه. دي تفوتك. لا انت عارفين انا احب اغرق، انا احب اغرق طول ما انا باكل. بس فيلا بينا معاكم نجرب اول حاجه معانا. يلا بينا. بس احنا كده هنبدا اول حاجه. بصوا اصلا الباكينج بتاعها جميل بصراحه. شيك ازاي. انا اللوجو بتاع عاجبني قوي. اللوجو بتاع البطاطس ده عاجبني قوي. نفتح كده يلا بينا نشوف ده ايه. دي الميكس تشيز اند مشروم. بصوا جامده ازاي. لا وكبيره. طعمها حلو. الريحه طلعت عليا. الريحه جامده قوي. هنا انا لما جيت اجيب دي قال لي انت معاك 4 انواع خضار تختارهم. ايوه. فانا اخترت بقى. وخلي بالك انت ممكن تحط حاجات اكسترا بس بفلوس زياده. بس انا سيبيني بقى عشان انا جعان بصراحه. بصوا غرقانه مليانه جميله. بسم الله الرحمن الرحيم. حلوه. طعمها جديد بالنسبه لي قوي. بس حلوه. انا حاسس بميكس حاجات كتير قوي في بقي. انا بحاول اجمع ده ايه. ما هو في بسله، في خضار، في البطاطس طبعا، في خيار مخلل، وفي خيار مخلل، وفي ذره. وفي زيتون اهو. في زيتون. وفي مشروم معلبات. حلو. ايوه قفشت واحده مشروم. هي تجربه جديده اصلا بالنسبه لنا جدا يعني، بس مش وحشه. حلوه. لا مش وحشه، حلوه. بس تحس انها فاضيه، يعني لسه عايزين نخش في الحاجات اللي فيها بروتين بقى. تحس ان دي برضو ايه اغلبها قلبه معايا. قلبه معايا على سلطه. عشان انت عاملها خضار بس. واحنا ايه؟ بس تجربه جديده مش وحشه، حلوه. نروح للي بعده. ده الفيليه تشيز ستيك. ريحته ايه؟ اول ما فتحت العلبه جامد. الريحه طلعت علينا. الله. لحمه. يلا بينا. ودي الجلده بتاعت البطاطس اهي. ايوه يا سيدي. بسم الله. حاطط بقى فلفل الوان بقى وايه ومروق عليها. الدخان طالع والدنيا ايه، خلي بالك. مش انا لما انا حاسه بصوا اللحمه مش عارفه بقى شايفه ايه. فلفل الوان وزيتون ولحمه. بسم الله الرحمن
دي حلوه قوي دي. حلوه قوي دي. حلوه دي جامده قوي جدا. وقطع اللحمه اللي مع الفيليه تشيز ستيك ده جميل، مش اللحمه ما بتشدش اصلا كمان يعني. عالميه دي. الجبنه عامله شغل. عالميه فعلا بجد. لا دي انا بالنسبه لي احلى من الاولانيه. هي حسب بقى الاضافات اللي انت حاططها. حلوه قوي، حلوه قربت تخلص. صح؟ اخد بالي انا. ايه ده جميله. لسه اخر معلقه اهي، ما تبصليش. خلاص براحتك يا زينب. لا دي جميله. طب توقعاتك الفراخ هتبقى احلى من اللحمه ولا اللحمه هتبقى احلى من الفراخ؟ انا بقول ان الفراخ هتبقى احلى من اللحمه. بصراحه مش عارفه احكم، بس احنا اول مره ندوقها الحاجات دي. اول مره ندوقها، بس انا متوقع. نروح ولا هتكملي؟ لا هنروح. نروح للي بعده. ده بعد كده بقى ايه؟ ده تالت نوع معانا. ده تالت نوع معانا، ده اللي هو شيش طاووق. شيش طاووق. ده شيش طاووق. ريحته برضه هله كده. ريحته جامده قوي. ريحته فعلا جامده قوي. طبعا بحفح. خش يا ابني خش. خش يا باشا، خش يا باشا. انا التجربه بصراحه ربنا عجباني قوي قوي. برضو فيها فلفل الوان والكلام ده. فلفل الوان والزيتون والفراخ حاطين صوص كده على الوش. حلوه برضو الفراخ بصراحه. بس انت عارف انا عجباني اللحمه اكتر. وانا ممكن اتفق معاكي، بس دي مش وحشه برضو. ده لا حلوه قوي، بس هي اللحمه فيها جميله بصراحه. حلوه قوي. بص كتجربه انا مستمتع بيها، انا بجرب حاجات جديده موجوده هنا دلوقتي في مصر وطعمها حلو. بس لا انا مبسوط منها قوي. والحاجات دي هناك يعني تقريبا اغلى حاجه 45 او 50 جنيه. بالاضافات اللي انت هتعمليها بكل حاجه. دي كده كانت الحوادق اللي معانا من بوتيلا. نخش بقى كده على الحلو واخر حاجه معانا، وهي البطاطا بالنوتيلا. كده احنا وصلنا لاخر حاجه معانا. جبنا اللي هي البطاطا بالنوتيلا وبيبقى حاطط معاها موز. هم عندهم كمان بيتحط عليها لوتس، يعني بطاطا باللوتس. وعندهم كمان ايس كريم. يا لهوي. وعايزه اقول لكم ان هي اسعارها مش غاليه خالص، يعني هي الاسعار بتتراوح. بص المنظر عامل ازاي، تحفه. هي اسعار البطاطا بتتراوح من 20 ل 35 اغلى حاجه. في كريمه تقريبا محطوطه كمان معاها. وفي كريمه تقريبا كمان تحفه. I like it. شكلها مغري. I like it. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد حته من كله. بس عايزين ناخد حته موز معاها. انا خدت موز كمان. غرقانه وسايحه ونايحه. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لهوي. ايه ده؟ ده دايبه. ايه ده؟ ده ذوبان اقسم بالله. لا بجد ايه ده؟ ده انا اول مره ادوق بقى. ده بقى فعلا الاختراع الجامد. الله الله الله. اقسم بالله طعمها روعه. لا دي احنا مش هنخلص الفيديو لما نخلصها اصلا. لا والله طعمها فعلا روعه. اختراع. البطاطا دايبه طعمها حلو قوي ومسكره. الصوص ده ايه؟ ده صوص وايت شوكليت حاجه كده. دي كريمه او كريمه معاها النوتيلا. لا يا جدعان طعمها دي بقى فعلا طعمها وهمي. رشين رشه مكسرات على الموزه. لا جميله قوي قوي. حلوه قوي. رقيقه كده بتخش كده على طول. خلصت. طعمها جميل قوي فعلا. جميله ومش غاليه. دي مش عارف ب 30 جنيه. 30 جنيه. 30 صح كده؟
28 ونص كمان. لا دي فعلا عالمية. بالنسبه لي اختراع عالميه يعني بطاطا. بالنسبه لي فعلا اختراع. اه ان انت تروح تحلي حاجه طعمها حلو قوي ومغذيه، برضه انت بتاكل بطاطا وموز ونوتيلا حاجه وكريمه وموز ونوتيلا مش لا نوتيلا لا جميله انا عجبتني جدا 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 جدا. شكرا بوتيلا. لا بوتيلا رحله البحث عن اكله كان النهارده موفق جدا. وده انت تقييمك لبوتيلا ايه يا استاذ سليم؟ اوفرول 9 من 10. يس. وانا كمان 9 من 10. بوتيلا انت نجحت معانا وجبت 9 من 10. هو على فكره فاتح من يعني بقاله فتره في مدينه نصر، بس هو افتتاحه اليوم النهارده في وقت ما احنا صورنا مصر الفيديو الجديده. يعني يوم ما صورنا الفيديو هو كنا في كان الافتتاح بتاع مصر الجديده. بس ده كان الفيديو بتاعنا النهارده من فيديوهات رحله البحث عن اكله. يا رب يكون عجبكم يا رب دايما، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير والكومنتات وكل حاجه، واستنونا في فيديوهات جايه كتيره وجديده من يوميات سليم وإيمي. باي باي.